مش ممكن يا جماعة، فكرة البسكوت العبقرية الفظيعة الموفرة دي. جربتي قبل كده بسكوت الحليب المغلي المكرمل؟ اكيد لا، ما جربتهوش. لو ما جربتهوش تعالي جربيه معايا، وهتعمليه ببيضة واحدة بس، هينفعك في المدارس واللانش بوكس قوي. هاتي نص كوباية سكر بودر، نص كوباية سمنة سايحة، قلبيهم مع بعض كده، انزلي عليهم ببيضة واحدة، رشة من الفانيليا، وقلبي. وبعد كده تروحي بقى جايبة كوبايتين كبار من الدقيق، ورشة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من الحليب المغلي. هتعجنيهم بايديكي بالشكل ده. لو احتاجت دقيق زودي كده معلقة كبيرة. هنكمل عجن وخلاص كده. العجينة اصبحت جاهزة معايا. يلا بينا بقى نشكلها كده في اي صاج او اي صينية مدهونة سمنة. هنجيب بقى شوية سكر، ننزل كده بالكورة في السكر زي ما انتوا شايفين، وهنشكلها كده بالسكينة. شكليها سمبوكسات بقى، تشكليها اي شكل انت عايزاه على ايديكي، من غير بقى ولا مكبس بسكوت ولا اي حاجة. بنكون طبعا مشغلين الفرن سخن من قبلها بربع ساعة، وبعد كده بقى ايه على درجة حرارة 180 بتدخليه. بصوا بقى الجمال، بيتشكل بسهولة قوي قوي، يجنن. من احلى البسكوتات تدولهم في اللانش بوكس وهما بيذاكروا، تديهم منه، تفطري بيه جوزك الصبح مع شاي بحليب مع القهوة. حلوة قوي، صلوا على الرسول، جربوه يجنن.